يا جماعة الخير، كل ما نقول نرتاح نلاقي تصريح جديد نازل علينا من فوق. الراجل ده مش بيدينا فرصة ناخد نفس، كل اسبوع لايف، كل اسبوع تصريح، كل اسبوع موسم جديد. ايوه هو الراجل ده اللي داخل الترفيه من اوسع ابوابه وحوله من فن وضحك لكوره واعلانات وخناقات وتصريحات تشعل السوشيال ميديا. يعني لو مسك النشره الجويه هنسمع ان درجات الحراره نازله في مصر وهجمه المصريين على تويتر. بس خلينا نرجع للبدايه شويه. اول مره المصريين سمعوا اسم تركي آل الشيخ كانت سنه 2017 لما بقى الرئيس الشرفي للنادي الاهلي، ومن اللحظه دي الاسم بقى ترند في كل بيت. ومن بعد الكوره دخل عالم الفن والترفيه وبقى موسم الرياض حديث السوشيال ميديا. ان النهضه الفنيه السعوديه ما خدتش شهره عربيه غير لما المصريين دخلوها، والفن كان موجود في السعوديه طبعا، بس المصريين هم اللي اضافوا اللمسه والروح. المخرجين والمطربين والممثلين والمونتاج والمزيكا هم اللي خلوا الصوره تعيش وتلمع. يعني باختصار السعوديه عملت النهضه، لكن المصريين هم اللي اضافوا النكهه، مع كامل احترامنا وتقديرنا لاهل السعوديه وفنانيها. وفي اخر التصريح قال لك موسم الرياض مش محتاج مصريين، المصريين هم اللي محتاجين موسم الرياض. يا عمنا هو احنا بنتكلم عن موسم ولا عن تاشيره سفر؟ يعني مصر اللي خرجت ام كلثوم وعبد الحليم وعادل امام بقت محتاجه مهرجان علشان تثبت انها بلد الفن؟ ده حتى الاعلان المصري لو شافك هيقول لك خف علينا يا عم تركي شويه. بقينا بندخل الموسم بكارت دعوه. ده احنا اللي علمنا العرب يعني ايه ترفيه، مش هنقبل نبقى كومبارس في اعلان. كل اعلان طالع لنا يقول لنا حصريا موسم الرياض. طيب فين موسم اسكندريه؟ فين موسم القاهره؟ ولا احنا بقى نذاكر الترفيه في صمت؟ كل شويه فنان مصري طالع يقول لك مبسوط بالتجربه، فخامه، تنظيم، خرافه، وبعدها باسبوع يطلع يعتذر في بوست، مره اتاخر، مره ما احترمش القواعد، مره ما كانش على قد المستوى. والراجل مش سايب حاجه، كوره وفنانين واعلام، حتى تويتر بقى في ملعبه. تخيل تويتر يصحى الصبح يقول لك اللهم سلم من تويت التركي النهارده، ويقول لك انا صريح تمام يا سيدي، بس لما الصراحه تبقى منشط ما تبقاش صراحه، تبقى ترند مدفوع الاجر. قال لك السعوديه هتبقى عاصمه الترفيه في العالم، تمام، بس يا عم تركي مش لازم تمسح الباقي من على الخريطه. والفن الحقيقي مش بيحتاج ترند، الفن الحقيقي بيعيش من غير موسم ولا شعار. بس الظاهر اننا داخلين عصر جديد، الفن بالكارنيه والترند بالتصريح. تعالوا بقى نبص من زاويه قانونيه بسيطه. الترفيه المفروض يخدم الشعوب مش يستفزهم. الفن مش حلبة مصارعه فيها جمهور بيشجع فريق ضد التاني. لكن بقى اللي حاصل دلوقتي ان الناس بتتفرج على تركي ضد الكل، وده طبعا خطر، لان الفن لما بيتحول لصراع شخصي بيفقد معناه وبيخسر جمهوره. انا مش ضد تركي آل الشيخ، بالعكس الراجل ناجح ومجتهد ومؤثر، لكن النجاح محتاج تواضع، مش ميكروفون مفتوح 24 ساعه. جرب تعمل موسم من غير تصريح، صدقني هتبقى المفاجاه الاكبر. في النهايه الترفيه مش جنسيه، والفن ملوش جواز سفر. الفن دايما جسر بيجمع الشعوب مش اعلام بيفرقهم. وده كان تحليل لواحد من اكتر الناس اللي بتعرف تعمل ترند باللا شيء. يعني موسم الضحك مستمر طالما فيه تصريحات جديده. وخليك دايما فاكر احنا صوتك صوت الحق.